منافس. والله هي المنافسة حلوة طبعًا، لإن لو ما فيش منافسة ما حدش هيقدر يميّز مكانه أو هيطلّع quality وشغل بشكل يعني وطعم طبعًا يرهب العميل، يعني يخلّي العميل يجرّب كذا حد. مضبوط. المنافسة حاجة جميلة جدًا، لو ما فيش منافسة مش هتعرف أصلًا تشتغل، حلو. هتنعس، هتنام. هتفكّر نَفْسك ما فيش غيرك أنت في السوق، فدي مضبوط. مصيبة طبعًا، صح. دي أكتر حاجة بتوجع المشاريع. السوشيال ميديا. هي طبعًا الصوت المسموع حقيقي يعني، جميل. وإن هي بتساعد طبعًا بشكل كبير، وهي فيها سلبيات بس برضه بتروّج الشغل، أكيد. موظف. ومشقة طبعًا إنك تختار الموظف إنك الصح. تختار مشقة جامدة، هل يعني العمالة في جرجة هنا صعبة؟ جدًا، إمم. جدًا، جدًا يعني الواحد لو ما بيشتغل بإيده فقادر يطلّع منتج وقادر يتعب يعني الحمد صعب لله. تعتمد على العمالة بدون ما أنت تكون رقيب عليهم صعب وفوقيهم وشايفهم بشكل. صعب إلا من رحم ربي، يعني أكيد طبعًا. اللي بيعرف ربنا وبيعرف يشتغل فسبحان الله ده بيبقى عايز تحطه في رفعة عايز تحطه في محمية طبيعية عشان إيه، والله تحافظ عليه. نقول يا رب يدوم عليه يعني. إمم. عروض. العروض دي طبعًا حاجة حلوة بتقدّمها للعميل إنك أنت توصّل له الطعم، يعني أنا مثلًا بابقى جايب حاجة كويسة فباقوم عارضها بسعر جميل بحيث إن مجموعة كبيرة تدوق الطعم ده، فعايز يبقى في إقبال عليه. فكرة العرض كده أنت بتحاول مثلًا لو في منتج معيّن أنت عايز توصّله للناس، فبتعمل بالضبط عليه كده، عرض عشان باعمل عليه تظهر. عرض. لأن بيبقى مخدوم جدًا بفضل الله برضه مش إن إحنا العرض بنقلل المكسب، بنقدر مثلًا نجيب كمية دجاج أو فراخ كمية حلوة، هتاخد بسعر أقل. هاخد بسعر جميل بسعر بورصة، إمم. واخد لي بال حضرتك؟ من يد أولى، حلو. فبناخد الحاجة حلوة. فكرة الناس عن العروض بتحس إن هي إيه، بتبقى شايفة إن أنت طول ما أنت عملت عرض، قلّلت من المنتج أو قلّلت من الكمية. مضبوط، في بعض فطبعًا هو دي فكرة طبعًا ممكن بعض الناس بتمشي عليها، ولكن الغرض الرئيسي من ورا العروض هو ترويج منتج معيّن، هو مضبوط، شكر للعميل إن هو بيتعامل أكيد معاك. طبعًا. فاهمني؟ هو ده الغرض الرئيسي.